السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده، نتوما وليداتكم عائلاتكم كاع الناس اللي عزيزين عليكم يا ربي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير العجينه ان شاء الله ديال المسمن. كيف ما العاده كندير فيها الفورص والدقيق القمح الصلب، كندير واحد المعلقه صغيره ديال السكر وكندير الملحه صافي، وكندير الماء اللي هو يكون شويه دافي، وكنعجن العجينه. هنا عندي واحد الكميه كبيره، وهنا نسيت انا هاد البلاستيكه هادي ما كنتش درتها للعجان، عرفتو الدقيق وصل الباب ديال الكوزينه مع هذيك الدوره وهو يطير، محيت الكاميرا حطيتها، عرفتو طار داك الدقيق عاد باش حيت الكاميرا، رجعت ثاني ركبت البلاستيكه عاد باش درت هاد الدور. راه كنوريكم هنا ما كنتش درتها، عرفتو طار كلشي الدقيق على برا، حيت هي كتحبس داك الدقيق ملي كتبدا الدور العجانه، هذاك الدقيق اللي كيطير على برا راه هي كتحبسو. صافي هنا بقيت كنضيف بالماء بشويه بشويه، عجنتها. هنا كانت عندي العجينه كثيره وما بغيتش نعجنها بايدي، قلت غنديرها بالعجانه، قسمتها. كانت عندي كوموند لاول مره غيجيني كوموند 40 مسمنه، دائما كندير غير 20 10 المسمنات، واليوم كان عندي كوموند ديال 40 مسمنه. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا العجينه خواتاتي عجنتها بالعجانه كيف ما كتعرفوا. ما غاديش يهز ليا العجينه، ما غاديش تهز كامله. قسمت العجينه بقيت كنعجن بشويه بشويه صافي حتى تعجنت ليا العجينه كامله، ودرتها في السطل. عاد كملتها. هنايا راه عندي السطل غادي نوريه لكم في الفيديو اللي كندير فيه العجينه. سطل اكيد بطبيعه الحال نقيين، سطوله ديال الزيتون غادي تشوفوهم معايا مغسولين ونقيين، وكندير فيهم العجينه كترجع العجينه زوينه بزاف. لا بالنسبه للعجينه ديال الدقيق ديال الخبز، ولا بالنسبه للعجينه ديال البطبوط، ولا بالنسبه للعجينه ديال المسمن كذلك كنديرهم في السطل. المهم كندير ضروري الميكا، غادي نوريكم معايا هنا في الفيديو. بالنسبه لهنايا العباره كنعبر المسمنات، غادي نوريكم الزبده. هاد الزبده هي اللي كنخدم بها صراحه، واخا غاليه ولكن راها زوينه هاد الزبده بزاف، كتجي زوينه في المسمن وكنخدم بها، كتعجبني انا صراحه. ماشي مشكل انني نخدم بحاجه اللي تكون كاليتي، كما عودت الكليه نهار الاول على حاجه اللي هي زوينه وعجباتهم، خاصني نبقى ندير نفس الشيء ما نبدلش، باش هكا انا نبقى رابحه الكليان ديالي. هنا كنوريكم باللي راني حطيت العجينه ديال المسمن هي الاولى، عجنتها كما وريت لكم، جمعتها وحطيتها في السطل، درتها في ميكا، دهنتها بطبيعه الحال بالزيت باش ما تلصقش ليا وحطيتها. بالنسبه للعجينه الثانيه راه درت حتى هي المسمن، باش حيت فرقت العجينات كما قلت لكم. وهنايا كنوجد القمح، كنوجد الزبده اللي هي دايبه مع الزيت، كندير واحد طاسه صغيره فيها شويه الزيت باش كنورق صافي، وبحال هكا كنتبع الخدمه ديالي وكنبقى نعبر. بالنسبه الاثمنه غنقولهم لكم في هذا الفيديو، وغنقول لكم حتى على حساب الغرامات. بالنسبه للغرامات امينه حدايا كتكحب، بالنسبه للغرامات كندير 180 حتى ل 200. المهم ضروري اللي بغى ليا مسمن كبير كندير فيه 200، واللي بغاه صغير كنديرو 170 180 صافي. المهم على حساب العبارات كما قلت لكم، راك هكا عودتوا عليهم انا كبير وبغيتوا ديروه نتوما صغير، راه عينكم ميزانكم، وعلى حساب الثمن البلاصه المنطقه اللي نتوما كتعيشوا فيها. الاثمنه كتختلف بالنسبه للبلاصه اللي كنعيش فيها انا، والاثمنه ديالها المسمن دايرين ليه اورو و20 يعني 240 المسمنه. بالنسبه للناس اللي في المغرب حتى هما سولوني وفرحوا لي بزاف، العائله والناس القراب وصحاباتي فرحوا لي باللي درت زعما واحد الحاجه من الدار، قالوا لي مزيان الحاجه ديال المغرب راه كتمشى وكيبغيوها الناس. الحمد لله، واخا فيها شويه تعب يعني كتعرفوا، باقي يلاه كتكون البدايه ويدك بوحدك، ولكن اللي عجباتني هي انني من داري، واخا يعني شويه تماره وكما كتعرفوا الدقيق الزيت في الكوزينه، ولكن ملي كنسالي راه كنقي كلشي، واخا كنعيا ولكن كنقي كلشي باش تبقى داري حتى هي نقيه. المهم صافي هنا كما قلت لكم الاثمنه كتبدل من البلاصه للبلاصه على حسب البلاصه اللي كتعيشوا فيها. صافي هنايا البلاصه اللي كنعيشوا فيها حنا راه الثمن راه قلت لكم كنديروا ليه اورو و20 حتى الاورو ونص، راه كاين اللي كيدير حتى الاورو ونص المسمنه في بعض المناطق اللي بحال هكا كتكون في الشمال، بلايص اللي هما يعني مدينات كبارين، فهمتوا. بالنسبه لا كنشوف شي بلاصه عارفينها ما فيهاش الناس بزاف
وفيها يعني المدخول قليل ولا سميتو، راه كديروا الاورو المسمنه ولا 80 سنتيم، وكديروا فيها العبار شويه 150 غرام باش الثومه ما كتضيعوش وصافي. المهم اللي بغى يستافد من الفيديو وصافي. انا الفيديو كما قلت لكم كندير في المسمنه 180 200 غرام في المسمنه، 180 200 غرام في المسمنه على حسب الناس اللي كيطلبوا ليا الكوموند ديال المسمن صافي. المهم دايره ليه اورو و20 المسمنه. بالنسبه لهاد الكميه كيف ما كتشوفوا معايا عجنتها كامله. بقيت كنديروا كرات كنعبرهم كنديرهم كلهم متساويين بالميزان، وكنبقى نغطيهم. بالنسبه لهادو اللي من هنا كشوهم هما الاخرين باقا ما دورتهمش، كنبقى نتبع العجينه بشويه بشويه. الميكا كنحيدها حيت الدار راها سخونه، كندير لهم الميكا غير شويه، كنبقى مره نبدل ديك الميكا عليهم، كنبقى نحيدها من هنا ونحطها هنا باش المسمن في نفس الوقت ما يقشبرش ليا، وفي نفس الوقت ما يطلقش بزاف باش تاني ملي نبغي نهزو ما يمحنيش. هنا انا ماشي انا اللي كنصور هذا الفيديو كامل اللي شفتو معايا من الاول حتى الاخر. مينا الله يرضي عليها هي اللي صورات، قلت لها ماما اجي يدي عامرين بالزيت وانا ما غاديش نقدر نهز التليفون ونصور. قالت لي واخا ماما. هذه راه ايمان معايا ومينا في كوزينه موانسيني. تعرفوا دابا الدراري راه شاد ديال العطله يعني راه الوناسه كاينه. واخا يمدوا ليا القمر ليا هادي حط ليا هادي صوروا ليا كلشي زوين. كلشي زوين الله يرضي عليك بنيتي. يودي. قالت يا ماما توانسنا معاك وزوين واخا شويه ايش كتقولي زربه زربه. كنقولوا زرب حيت 5 من تحرك نقر لي هادي صوروا ليا. ايوا كما قلت لكم قبلوا عليا حتى ان شاء الله بشويه بشويه نتعود يعني على التصوير وانا خدامه بك كونتيتي يعني كبيره. هادشي اللي كاين ما كتلقايش كيفاش تشدي الكاميرا تحطي من هنا وايديا ما نقدرش يعني انا كنعجن ونهز التليفون راه ما غاديش نقدر صافي. وطلبتهم راه كيصوروا فيا الله يرضي عليهم ويخليكم وليداتكم ويصلحهم لكم. بالنسبه للمسمن ما شاء الله شوفوا راه كبير، وكندير جوج المقلات حاليا باقي كيمحني حيت عندي غير جوج ديال المقلات ما عنديش الكريليه اللي هي كبيره. وان شاء الله بشويه بشويه نمشي والله يقدرني على هذا المشروع ان شاء الله ويعطيني الصحه والسلامه وحتى نتوما كذلك. الله يعطيكم الصحه والسلامه والعوين ويحفظ لكم صحيحتكم وتكونوا ان شاء الله ديروا نتوما من محلكم. علاش لا نشجعكم علاش لا في مدخول ما شاء الله تبارك الرحمن الله يجعل البركه. كتحيدي الثمن ديال الدقيق وديال الزيت والوقفه ديالك راكم عارفين حنا اصلا ديما واقفين في الكوزينه اللهم نوقفوا على حاجه نخدموا عليها صافي. هنا كنتبع نفس الخدمه كلشي كملته كامل وطيبته. راه ما صورتش معاكم مني كملته ما صورتش يعني ما بقاش ليا الوقت حيت كنت مازال تابعني البطبوط ومازال تابعني الخبز. مازال ان شاء الله نعطيكم الاثمنه ديال الخبز حتى هي والبطبوط حتى هو ملي ندير معاهم فيديوهات باش يكون هكا كلشي واضح. وقبلوا على الفيديوهات ديالي وسمحوا لي وشكرا لكم للدعم ديالكم. ما تنساوناش من اللايكات البارطاج اللي بغات المسمن مرحبا والف مرحبا خواتاتي. ها هو كلشي موجود الخير هذا. السلام عليكم.